ازيكم يا حلوين؟ اتمنى تكونوا كويسين وفي احسن حال ومبسوطين. النهاردة الفيديو هنتكلم مع بعض عن زيت الصاد. ايه هو زيت الصاد وايه فوائده وايه اضراره، كمان نستخدمه امتى وما نستخدمهوش امتى. كل ده هنعرفه النهاردة في الفيديو بتاعنا. بس مبدئيا ما تنسيش اللايك والسبسكرايب بتوعك ورأيك تحت في الكومنت، هل استفدتي من الفيديو ولا لأ، وكنتي هتجربيه او ما جربتهوش او لسه عايزة تجربيه بعد الفيديو. كل دوت عايزة اسمع رأيكم تحت في الكومنت ان شاء الله، وهتنوروني في قناتي الصغنونة. ايه هو زيت الصاد؟ زيت الصاد هو زيت طبيعي مستخرج من نبات الصاد. هو نبات عشبي، كانوا بيستخدموه زمان في الثقافات عشان يعالجوا بعض المشاكل بتاعة البشرة والشعر. فوائد زيت الصاد ان هو بيقلل نمو الشعر الزائد. بنستخدم زيت الصاد بعد ما بنعمل الهير ريموفل بالواكس او بالسويت. خلاص، يعني ما ينفعش مثلا نعمله بالشيفنج او حاجة، وبعدين احنا لازم لما نيجي نعمل نستخدم زيت الصاد نكون عاملين الهير ريموفل من الجذور علشان نشتغل على البصيلة من جوه نفسها. زيت الصاد بيساعد على ان نمو الشعر يكون ابطأ بالتدريج مع الاستمرار عليه. كمان بيرطب البشرة وبينعمها علشان هو فيه نسبة ترطيب عالية، وبيهدي البشرة بعد ما بنعمل الهير ريموفينج من اي احمرار او تهيج. كمان ما بيخليش الشعر يطلع تحت الجلد او يكون عندنا مثلا اللي هي الستروبري سكين، يعني زي فراولة او جلد الوز او كده، فما بيتجمعش شعر تحت الجلد. ده كمان بيساعد على تقليل مشاكل الشعر اللي بتطلع تحت الجلد بعد ما بنعمل الهير ريموفل، وبيخلي البشرة اكتر نعومة. كمان بيرطب البشرة بعمق لان زيت الصاد بيحتوي على مركبات بتساعد على ترطيب البشرة وبتحسن مرونتها. كمان ان هو فيه خصائص مضادة للميكروبات، كمان ليه خواص مضادة للفطريات، وده بيساعد على الحفاظ على صحة الجلد والبشرة. ملحوظة بس كده هنقولها، في كتير من الناس يعني في اعتقادهم ان زيت الصاد دوت بيزيد من نمو الشعر او بيقوي مثلا البصيلة، لكن غير كده خالص. هو بيقلل نمو الشعر الزايد وما بيطولهوش وما بيخليش الشعر يبقى فيه انبات كتير جدا زي اي زيت تاني يعني. لكن ده الحاجة الحلوة اللي فيه ان مثلا انا عملت الهير ريموفل النهاردة، فهيقعد مثلا بيطلع بعد شهر، لا هيطلع بعد شهر ونص المرة اللي جاية، وهكذا هتفضل فترة يعني ظهور الشعر هتكون متأخرة. تمام. ممكن زيت الصاد يعمل حساسية لبعض الناس، علشان كده نعمل اختبار حساسية صغير، وده بيتعمل على جزء كده صغير وبيشوف اذا كان في اي سايد افكت هيحصل او لا. لو ما فيش سايد افكت ولا انفكشن خلاص بنبتدي بقى نكمل عادي وبنستخدم الزيت ده. في يعني مقالات او فيه مثلا صفح او اي كان بيقولوا ان احنا مينفعش نستخدمه اثناء الحمل والرضاعة، فمن الافضل ان احنا نستشير الدكتور ينفع او ما ينفعش. وما ينفعش ان احنا نحطه على جرح دايركت، يعني ما ينفعش خالص، لازم الجرح يتعافى على الاقل اسبوعين او حاجة علشان ما يأثرش ويعمل تجلط في الدم. ده كل حاجة عن زيت الصاد. زيت الصاد بقى هنستخدمه ازاي؟ المنطقة اللي احنا عملنا فيها الهير ريموفل بنعملها، بنخلصها وبنغسلها كويس، بنجففها، وبعدين بنبتدي نستخدم الزيت دوت بحركات كده دائرية، وبندلك بلطف لحد ما الجلد يمتص الزيت. هنستخدمه اول 3 ايام بعد الهير ريموفل، مرة الصبح ومرة بالليل. وفي كمان في المغرب والحتت دي، المغرب والجزائر وكده، هناك اسمه زيت النمل،
حرفيا ده من اروع واجمل واحسن الزيوت اللي ممكن تستخدموها. هو زيت النمل لما بيتجاب من بره، انا جربته سنة كان انبهار. يعني بقى هيكون بديل شوية للليزر. في ألم شوية مع طريقة الهير ريموفل، غير مثلا الشيفنج. الطرق التانية بيبقى فيها ألم شوية انا عارفة، بس النتيجة بعدها هتكون رهيبة. تستخدمي كمية قليلة بعد الهير ريموفل وتدلكيها مرتين في اليوم، ما تستخدميش كتير، هو مش بكتره خالص. جربي زيت الصعد بذكاء واستمتعي ببشرة ناعمة واقل في نمو الشعر. لهنا انا هكون خلصت الفيديو. اتمنى ان انا اكون قلتلكوا على كل حاجة وكل الخصائص والفوائد والاستخدامات بتاعة الزيت بتاع النهاردة. وده بديل للليزر، بديل بياخد فترة، ولكن هنعتبر نفسنا بنعمل كذا سيشن من الليزر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ونتقابل مرة تانية في فيديو جديد. باي باي.